صلاة العيد والسنة المؤكدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ركعتان. في الركعة الأولى 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، والركعة الثانية 5 تكبيرات. وجزاكم الله خير، تقبل الله منا. استقيموا استووا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Brothers, sunnah that you wait for the khutbah. من السنة أن تنتظر خطبة العيد. شكرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي وفق الصائمين لصيام رمضان ووفقهم لقيامه وطاعة ربهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أيها الأحبة الكرام، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله ورحمته في هذه الأيام المباركات الذي يخرج المسلم منها وقد غفر له، وقد أعطاه الله عز وجل فرصا في هذا الشهر، فرصا عظيمة كلها فيها مغفرة وكلها فيها عتق من النار. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهنيئا لكم أيها الأحباب، يا من قمتم رمضان ويا من صمتم رمضان ويا من قمتم ليلة القدر، فلعلنا جميعا قد صادفنا واحدة على الأقل من هذه. إن رمضان أيها الأحباب هو نخرج منه بالتقوى الذي أراد الله سبحانه وتعالى من خلال الصيام لعلكم تتقون. لذلك فاليوم يوم الجائزة، اليوم يوم الفرح. حق لمن صام وقام أن يفرح، ولا حق لمن لم يصم ولم يقم أن يفرح. فالفرح اليوم لمن وفقه الله عز وجل للصيام والقيام، والحزن بعد ذلك لمن لم يصم رمضان ولم يقم، خلافا إذا لم يكن عنده عذر، فأصحاب الأعذار يعذرهم الله سبحانه وتعالى.
ويعطيهم الأجر والثواب مثلما كانوا أصحاء. البشرى أيها الأحباب الكرام والفرح في الدنيا لمن صام وقام، والفرح أيضا يوم القيامة، ذلك اليوم الذي مجموع له الناس، ذلك اليوم المشهود الذي يجمع فيه الخلائق من يوم أن خلق الله الأرض ومن عليها إلى قيام الساعة، كلهم مجموعون، كلهم موقوفون، كلهم مسؤولون. ويومئذ يفرح المؤمنون، يفرحون بصيامهم، يفرحون ويأمنون كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره يفرح بفطره، وفرحة عند لقاء ربه يفرح بصومه. يا لها من فرحة ويا لها من سعادة يوم يأخذ الصائم كتابه بيمينه وينادي من خلال صيامه وقيامه ومن خلال فوزه: هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال بعض المفسرين أن الأيام الخالية هي أيام رمضان أيها الأحباب، هي الفرصة التي استثمرها العاقلون، هي الفرصة التي استثمرها الذي يريد لنفسه العتق والفوز بالجنة. إن الصيام أيها الأحباب يفوز به الإنسان يوم القيامة عندما يدخل ويميز من باب الريان الذي لا يدخل منه إلا الصائمون، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له ريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق ولم يدخل أحد بعدهم. إنها السعادة أيها الأحباب، سعادة الدين وسعادة التمسك بالدين وسعادة استغلال هذه الأيام الخالية هي أغلى وأثمن من سعادة المال ومن الحصول على الدنيا لما فيها. لأن الإنسان يوم القيامة إذا كان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى ومنعما في الدنيا فإنه يؤتى به يوم القيامة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم مبينا صنفين من الناس: صنف كان منعما في الدنيا تاركا للدين، وصنف كان فقيرا بائسا ولكنه متمسكا بالدين. فإذا بهذا الذي كان يعيش في الدنيا في لذة ونعيم تاركا للدين يؤتى بأنعم أهل الدنيا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم يغمس في النار غمسة واحدة ويقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله لم أرى نعيما قط. ثم يؤتى بأبأس أهل الدنيا الذي ضيق عليه الرزق وكان فقيرا ولكنه كان غنيا بالإيمان، فيؤتى به وقد ذاق في الدنيا مرارتها وآلامها وفقرها وجوعها، فيؤتى به فيغمس في الجنة غمسة واحدة ثم يقال له: هل رأيت بؤسا في حياتك قط؟ يقال: لا والله ما رأيت بؤسا قط. إذا النعيم هو نعيم الآخرة أيها الأحباب، والذي يوصل إليه هذه الطاعات، هذه القربات، هذه العبادات، أعمال الخير الذي كان الإنسان فيها في الدنيا. فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم بين أن أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. قال أحد الصحابة: ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه الله ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه
يوم تزل الأقدام، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل، كما يفسد الخل العسل. أيها الأحبة الكرام، كل هذه أعمال الخير توصل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. ونحن اليوم في يوم عيد، وعلى المسلم الحق أن يكن نافعا للناس، وأن يكن قريبا من أهله، لا يكن أبدا قاطعا لأرحامه، لا يكن أبدا سببا لإيذاء أرحامه، بل عليه أن يكون مصدر سعادة لهم، أن يقف إلى فقيرهم فيساعدهم، أن يداوي مرضاهم إذا استطاع، أن يخفف آلامهم إذا استطاع، أن يكشف عنه كربة ويمشي في حوائجهم إن استطاع، فإنهم لهم علينا حقوق، ومثبوت حقهم في كتاب الله عز وجل: وآت ذا القربى حقه، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. بعض الناس يحارب أهله ويكون هو مصدر الإيذاء لهم، ويكون مصدر تهديد لهم، مع أنه كان ينبغي أن يكون هو الحامي لهم، وأن يكون هو المعين، وأن يكون هو الكافل لحوائجهم، ومع ذلك تجد أنه يقطع أرحامهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يهدد قاطع الرحم بأنه لن يقبل الله سبحانه وتعالى منه عملا، لا فرضا ولا سنة. وبين في القرآن قول الحق سبحانه وتعالى أنهم ملعونون، قاطع الرحم ملعون، كما قال الحق سبحانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. تخيل، الله لم يلعن إلا الكافرين والظالمين والشيطان وكثيرا من الناس الكافرين بشتى طوائفهم وأنواعهم، وأدخل معهم وفي زمرتهم قاطع الرحم. فقاطع الرحم ملعون من خلال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض، فسمى قطع الرحم فساد في الأرض، وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أي لا يستمعون إلى نصحهم ولا يرون الحق حقا فيتبعوه. إذا الأحبة الكرام، على المسلم الذي صام وصلى وقام رمضان أن يراجع نفسه في هذا اليوم، وليبادر بأن يتصل بأهله، فإنه كما قال الحق سبحانه وتعالى في الحديث القدسي لما خلق الخلق وفرض من خلقهم خلق الرحم وبين حقها، فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: رضيت. قال: فلك ذلك. إذا واصل الرحم الله يصله، وقاطع الرحم يقطعه الله عز وجل. بل إن واصل الرحم له رزق وله بركة في العمر. تخيل، الذي يصل رحمه عمره فيه بركة ورزقه فيه بركة. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبارك له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. الذي يريد أن يبارك له في رزقه وينسأ له في أثره وفي عمره، يبارك له في العمر والمال، فليصل رحمه. الأقرباء، العم والخال والأهل، هؤلاء جميعا لهم عليك حقوق أهل الحبيب، فلا تنسى حقهم ولا تنسى برهم ولا تنسى أن تصلهم مهما قطعوك، ولا تقل إنهم يسيئون إلي، فليس هذا عذرا. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، وهذا حال كثير من الناس الذي يتعذر بهذه الأعذار، قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم
ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك. أي أمره النبي أن يصلهم حتى وإن كانوا مسيئين، وإن الله سينصره بنصره، وإن الملائكة ستؤيده من عند الله عز وجل، وسيكون هو الأفضل عند الله. تخيل إذا قوبل بهذا، يحسن إليهم ويسيئون إليه بشتى أنواع الإساءة، يحلم عليهم، والحلم هو الصبر، وهم يجهلون يعني يغلظون له في القول ويتفوهون له بألفاظ مسيئة، ويحسن إليهم ويسيئون إليه، ويصلهم ويقطعونه. فأمره النبي أن يصلهم حتى وإن كانوا مثل ذلك، وإن الله سينصره عليهم، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. إذا ليس هناك في الدين قطع رحم ولا أمر بقطع رحم أبدا، حتى وإن كانوا غير مسلمين، فإن الإسلام أمر بودهم وأمر بصلتهم. إننا اليوم في يوم عيد أيها الأحباب الكرام، تقف الملائكة على أبواب الطرقات تهنئ المسلمين بصيامهم، وتبين ما أعده الله لهم، وتبشرهم بالجنة، ويقفون على أبواب الطرقات في موكب استقبالي للصائمين وهم قادمون إلى بيوت الله يصلون. أيها الأحباب الكرام، ونحن في العيد وقد تقربنا إلى الله في رمضان، فنواصل بعد رمضان، نواصل الصيام ونواصل القيامة ونواصل قراءة القرآن، ونسر على منهج الله عز وجل كما كنا في رمضان. فقد رأينا البركة في رمضان حلت في بيوتنا جميعا، وحلت في أطعمتنا، بل حلت في أوقاتنا. الذين كانوا يأتون إلى صلاة التراويح وصلاة التهجد ويذهبون إلى أعمالهم ولم يشكون من تعب ولا أرق ولا مشقة، هذه بركة الطاعة وبركة العبادة. إذن ليس هناك عذر لإنسان أن الصلاة تضيع وقتا أو تهدر عملا، فالعبادة تعطي جسمك طاقة وبركة في الوقت، وبركة في العمر، وبركة في الأولاد، وبركة في السمع والبصر. ونسأل الله سبحانه وتعالى ونحن في هذا اليوم يوم العيد أن يغفر الله لنا جميعا ذنوبنا، وأن يعتق جميعا رقابنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا زكاتنا وصالح اعمالنا برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سبحانك قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح أولادنا وبناتنا وزوجاتنا، اللهم أصلح آباءنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. اللهم من كان منهم مسلما ومحسنا فزد في إحسانه يا رحمن يا رحيم، ومن كان منهم مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا يوم الوقوف بين يديك، يوم العرض عليك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا اجعل بلاد المسلمين أمنا أمانا رخاء سخاء يا رب العالمين، وانزع الفتنة والقتال والتشرذم وكل سوء من بينهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمن لجميع بلاد المسلمين، والرزق والرخاء والخير والبركة في الأعمال وفي الأولاد وفي الزرع يا رب العالمين. إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير. كل عام وحضرات
أول مرة واللي انت بقى الحركه انت اول مره تعملها لا تتجوز
المهم كويسة جميلة مش هشتغل عليها على طول. هو كان مش بنقدر الموضوع على مش حاجة ما عندهم تمشي ما عندهمش لازم تصلي شيء ان شاء الله.